يمكن حضراتكم ما تعرفوش اللي حصل من ساعتين ثلاثة كده، في خبر جديد انه صلاح هيروح يتعالج في ليفربول. زي ما حضراتكم سمعتوا كانوا المصريين كلهم بيتكلموا انه صلاح لما خرج المنتخب اتحرر، المنتخب فاق. فدلوقتي لما سمعوا انه صلاح هيرجع ليفربول شوية يتعالج هناك، قلبوا الدنيا. يعني ايه صلاح هيمشي؟ ايوه، ما هو كان عارف انه ماشي. الدنيا مقلوبة عندنا. احنا النهارده محظوظين ان عندنا يعني استوديو تحليل سوبر، يعني لقاء القمة زي ما بيقولوا. المحلل الرياضي لقنوات اس اس سي احمد عز الدين. اهلا احمد، ازيك؟ اهلا بيك يا فندم. المحلل الرياضي تامر بدوي لقنوات اس اس سي. اهلا بيك استاذ عمرو، اهلا بيك. موضوع صلاح الاول نبتدي، ايه اللي حصل وايه الحكايه؟ يورجن كلوب طلع في مؤتمر صحفي بعد المباراة الأخيرة لليفربول من ساعتين، وقال إن الخطة إن محمد صلاح يرجع يتعالج عندنا، ولو أصبح سليما ومنتخب مصر وصل للنهائي فساعتها هنرسل محمد صلاح مرة تانية للبطولة. وقال إن كوت ديفوار بلد جميلة أكيد، بس ما فيهاش الناس بتوعنا لمتابعة علاج محمد صلاح، والجهاز الفني الجهاز الطبي لمنتخب مصر هيكون مشغول باللعيبه اللي بتلعب مش اللعيبه اللي ما بتلعبش. ده الكلام بتاع يورجن كلوب، وهو سبق بانه قال الكلام ده. بعدها اتحاد الكوره قام مطلع البيان بتاع ان محمد صلاح هيحضر مباراه كافيردي، يسافر لا يتعالج هو مصاب ويرجع. وهيحضر الماتش ازاي بكره؟ لا يعني هيتواجد مع المنتخب في مباراه كافيردي وبعدين يعني يسافر من الى باب انجلترا. التشجيع يعني وكده. شد الأزرق. مظبوطه. فانا بصراحه اولا انا مستاء من اتحاد الكوره. يعني كنت حاسس ان اتحاد الكوره لازم يبرر ليه محمد صلاح هيسيب المعسكر. يعني هو ما هيتعالج ناخدش الخبر من كلوب اصلا. ولما ناخد الخبر بعد كده بعد كلوب يبقى لازم يكون في توضيح هو ليه هيسيب المعسكر. محمد صلاح عنده صفتين: نجم منتخب مصر في ارض الملعب وكابتن منتخب مصر. طيب نجم منتخب مصر مصاب، لكن كابتن منتخب مصر عليه اعباء كتير وادوار كتير. فلو هيسيب المعسكر يبقى ده لحجه احنا محتاجين نعرفها، ان مثلا وجوده في انجلترا هيسهل عمليه رجوعه للملاعب، هيسرع عمليه التعافي، ايا كان. بس اتحاد الكوره كان محتاج يبين لنا ده، لان مش الطبيعي ان اللاعب يتصاب مع المنتخب يرجع يتعالج في النادي. ده مش الطبيعي. كامل رايك ايه في الموضوع ده؟ والله يا عمرو بيه، الموضوع توقيته صعب جدا. اخشى ان اصابه صلاح من بقائه في كوت ديفوار او سفره لانجلترا لتسريع فتره علاجه ياخد اهميه وياخد تركيز البعثه عن وبالتحديد الماتش. اللعيبه عن الماتش. مظبوط. لان زي ما حضرتك تفضلت وقلت قبل ما نطلع للفاصل، قبل ما حضرتك تطلع الفاصل، قلت ان دي مباراه حياه او موت. طبعا ما فيش يعني، هي مقوله دايما على لساننا بنقولها، ان شاء الله ما فيش موت في الكوره، لكن جرى العرف ان احنا يعني بنقول مجازا يعني. مظبوط. فحته ان حديث الشارع دلوقتي اصبح ان صلاح هيسافر، لا هيقعد. طب لو سافر، الله، انتوا في الاول شخصتوا الاصابه ان هي عباره عن شد في العضله الخلفيه تستوجب غيابه عن المباراه الثالثه في المجموعه ودور ال 16 في حال تاهلنا ان شاء الله. دلوقتي رجعتوا، واضح ان انتوا قلتوا بيقولوا 21 يوم. مظبوط. بتقولوا ان الموضوع ممكن يمتد وممكن يلحق دور قبل النهائي في حاله تاهلنا باذن الله. اوكي، الكلام ده طبعا ممكن يتغير بحكم ان الدكتور وهو بيشخص بايده تشخيص مبدئي يعني، او لسه بقى لما يروح يعمل MRI او رنين عفوا او اكس راي او الى اخره. طبعا دي حاجات طبيه انا ما افتيش فيها، ممكن الامور تتضح اكتر واكتر. لكن الاهم بالنسبه لي هو منتخب مصر. طبعا صلاح على عيني وعلى راسي واضافه بالتاكيد ونجم منتخب مصر واصابته ورجوعه للملعب وموعد رجوعه للملعب يهمنا، لكن هو الاهم منتخب مصر. الله يكون في عون البعثه. دور المسؤولين في اتحاد الكوره، سواء كابتن حازم امام لو هو موجود هناك، كابتن خالد درندلي، ان هم يحتووا الموقف، ان اللعيبه ما تخرجش عن تركيزها. احنا قدامنا اهو تدريب المنتخب النهارده وكان صلاح قاعد. ما هو يعني هو ده اللي انا كان نفسي فيه، بس ان صلاح كمان كان عنده مؤتمر صحفي النهارده، فكان عنده فرصه ان هو يبين
ليه هيسيب المعسكر ككابتن للمنتخب؟ المشكلة بس إن ده جاي في توقيت الدنيا كلها ثائرة جدا على قصة طب يا صلاح. عم انتوا مش من كام يوم طلعوا الناس قال لك الحمد لله اما خرج، وكل بقى الناس في حد يعني صرف للناس كده كلمه المنتخب فاق او المنتخب أيوة. اتحرر. حلو قوي. طب ده هيسافر خالص بقى فالمنتخب ياخد البطوله، يعني مش حلو كده قوي. ولا ايه؟ احنا بنتكلم بالانطباعات في الكوره دايما، يعني نتفرج على الماتش نسخن نمسك التليفون طب انا نودي. عايز اسال سؤال، هو الجهاز الطبي بتاعنا ده يعني الناس اللي قاعده في انجلترا قدروا يعرفوا تشخيص حاله صلاح وهم هناك يبعدوا عن ساحل العاج، والدكتور بتاع المنتخب والناس بتوع المنتخب ما عرفوش يشخصوه صح؟ هقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هي وكسة كبيرة جدا. اتحاد الكورة ملوش قرار في وجود محمد صلاح في المنتخب. القرار في الأول وفي الآخر مش قرار ليفربول، لا ده قرار محمد صلاح. قولا واحدة القرار قرار محمد صلاح، لأن ليفربول اللي ملوش أي سلطة على محمد صلاح وهو موجود في المنتخب وما يقدرش يستدعيه، وإذا استدعاه لازم بموافقة اتحاد الكورة وموافقة اللاعب، ولو أي من الطرفين دول رفض إن هو يرجع ليفربول اللاعب مش هيرجع، وده حقه القانوني طبقا لتعليمات الفيفا. لكن الرغبة الأكيدة والواضحة إن محمد صلاح هو اللي عايز يمشي قولا واحدا كده، عشان ما نقعدش نلوك كتير ونلت في الإيه، في اللي ما فيهوش لك. محمد صلاح عايز يمشي ليه؟ دي مشكلته هو وما يخصناش. اللي يخصنا دلوقتي واللي يهمنا هو منتخب مصر. عايزين لعيبة تطلع رجالة في الماتش ده بالذات وتعدي الدور ده بالعند في أي حد كاره للمنتخب أو أي حد مش عايز المنتخب يكمل. احنا عايزين المنتخب يكمل لأبعد الحدود بدون محمد صلاح. عايزين حقبة محمد صلاح والاعتماد الكامل على محمد صلاح تبقى من الماضي. عايزينه يبقى زيه زي بقيه اللعيبه، ما يبقاش على راسه ريشه، ما يبقاش مميز تمييز فوق العاده، لانه ما ضافش اضافه كبيره للمنتخب اللي تخليه يبقى فوق العاده، ما جبناش بطوله يعني. وفي الاخر بيتشرط ويتنك على المنتخب. ده اللي احنا شايفينه. امشي امتى، اجي امتى، البس شاره الكابتن ما البسهاش، كل ده اول مره نشوفه في منتخب مصر. محمد صلاح على دماغنا من فوق لاعب عالمي، ولاعيب زي ما عايز تقول في الارقام القياسيه اللي عملها كلها ارقام فرديه خاصه بمحمد صلاح وبنادي ليفربول. ان اللي يهمنا منتخب مصر دلوقتي. الارقام القياسيه الخاصه بليفربول والمجد اللي عايز يعمله مع ليفربول يخص ليفربول ويخص عشاق الكره الانجليزيه. احنا كمصريين وعايزين البطوله المفضله لمنتخب مصر، واللي احنا اكتر فريق في القاره بيحققها، نفسنا نحققها تاني بعد 12 سنه او 14 سنه دلوقتي ما حققناش البطوله دي. 7 بطولات متتاليه او 6 بطولات متتاليه ودي السابعه. نتمنى ان شاء الله نوصل للنهائي وناخد البطوله. ده اللي يهمنا كمصريين. لكن محمد صلاح يجي يقعد اهلا وسهلا، اهلا انا جه، اتفضل يا بيه، ما جاش بالسلامه. بس الكلام اللي قاله الكلوب والكلام ده كله ما يخش دماغ اي عيل صغير مبدئيا يعني. احنا كلنا مش مصدقين الكلام ده كله. اللاعب هيخش يروح يتعالج هناك، واذا خف هيرجع لنا اخر ماتش ولا اتنين، ده اذا وصلنا. شكرا على الاضافه يا استاذ سرحات. كنت انا وصيل، كنت من عشاق الرياضه المصريه. دين لك واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.